رسميا ريال مدريد يريد التعاقد مع رياض محرز. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما رأيك بفكرة انضمام رياض محرز إلى ريال مدريد؟ شاركونا بالتعليقات. كشفت تقارير إسبانية عن اهتمام مسؤولي نادي ريال مدريد بضم النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف الميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب الصحفي الإسباني سانتي أونانا المتخصص في أخبار الميركاتو الأوروبي، فإن ريال مدريد يسعى لاستغلال عدم توصل محرز لاتفاق مع سيتي حتى الآن لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موسم 2023 وضمه إلى صفوف الملكي بداية من الموسم الجديد. وأشار الصحفي الإسباني إلى أن ريال مدريد يعتبر أحد الفرق المهتمة بضم رياض محرز، مشيرا إلى أن اللاعب الجزائري يتفاوض حاليا مع إدارة مانشستر سيتي على تجديد تعاقده والتوصل لاتفاق حول العقد الجديد لاستمرار فترة أخرى بين صفوف سيتيزنز. ويبحث ريال مدريد عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية على مستوى الخط الأمامي، خاصة بعدما فشل في ضم النجم الفرنسي كيليان امبابي الذي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان. ويعد رياض محرز حلا هجوميا مثاليا لريال مدريد للتواجد في مركز الجناح الهجومي الذي يجيد اللاعب الجزائري اللعب فيه ويقدم مستوى فنيا مميزا. وبحسب ما ذكره موقع فوت ميركاتو، فإن ريال مدريد ليس الوحيد المهتم بضم النجم الجزائري، هناك أيضا باريس سان جيرمان وتشيلسي بالإضافة إلى برشلونة يستهدفون ضم محرز. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.